ما بتعملوش لايكات وكومنتات ليه؟ اجي اراقبكم؟ اهو براقبكم. اعملوا لايكات وكومنتات. اهلا بكم متابعين الكرام، معاكم قبل ليس. انا النهارده كنت قاعد في ايطاليا، لقيت مره واحده حد عكشني، قلت دي ام الاباريس اكيد. بس جيت لايطاليا ازاي ما اعرفش. قلت انا عايزه طريقه البيتزا الايطالي. قلت لها ماشي اعملها لك. مش عارفه تجيبها من النت يعني؟ جايبها من ايطاليا لحد هنا عشان اعمل لك البيتزا الايطالي. تعالى نشوف هنعمل ايه. نزل خميره، نزل ميه فتره، نزل معلقه سكر، نزل هنا توموز، عليه طماطماتوز، عليه بهارات. هننخل الدقيق عشان يتنفس. ننزل خميره، بعد ما خمرت ننزل ميه عاديه خالص مفيهاش حاجه، وهنعجن. اعجنوا كويس، مفيش شغل لكم فيها. هننزل هنا زيت، معانا الفرختوز، هنحط بهارات، اي بهارات تيجي تحت ايدك حطيها. ننزل بصلوز، نسيبهم يتعذبوا. نيجي هنا نعمل السجق. هنقلب. باظ مني سيكه فدايه، كده وقدر. اهي شايفين العجينه خلصت، خمرت واتظبطت على الاخر. هنيجي هنا نحطها في صينيه، يفضل تكون مدوره، وهنقعد نشوكها كده عشان تتنفس. ننزل الصلصه الايطالي وهنفردها على العجينه كلها. هنزل الفراخ اهو، ده يبقى شكلها. ننزل الفلفلوز، ونحط جبنه توز. هننزل الفرن، نعمل السجق، نحط نفس الحاجات اللي حطيناها، ونحط الفلفلوز برضو، الاخضروز والالوان، وننزل الفرن. خلصت. سحر، سريع موت، انا خارق، ما شاء الله عليا. اما اسافر ايطاليا، انا زهقت. اسافر ايطاليا بقى بدل ما تجيب لي تاني هنا.